الشامي شو عامل بهالعالم؟ يعني رغم الطقس والعواصف والشتاء الناس كلها وصلت على زحلة اليوم وناطرة بس الشامي ليطلع على المسرح. حتى شفناهم في منهم عم بينزلوا من السيارات ويطلعوا ماشي لحتى يوصلوا ويلحقوا. قد ايه بتنبسط لما تشوف هيك محبة العالم؟ كتر خير الله، الحمد لله على نعمة الناس وإذا أنا عم بجتهد واشتغل على حالي كرمال هاي المحبة، كرمال تضل هاي المحبة الحمد لله. وهيدي المحبة كمان واضحة جدا، وانت عم تتعب وتشتغل وتقدم اغاني حلوة، وهيدا الشيء كمان كان واضح من خلال الجوائز اللي عم تحصدها مؤخرا. حصد جايزة بالميراكس دور وقبلها جوائز عديدة. كمان قد تكون مبسوط وفخور بهيدا الشيء؟ لهم وقع لا يستهان فيه على حياتي الفنية أكيد الجوائز، وبيحملوني مسؤولية كبيرة يلي هو شو جاي هلأ. إن شاء الله يكون اللي جاي قد هي الجوائز اللي أخذناها يا رب إن شاء الله. إن شاء الله، ونحن أكيد بنتمنى لك كل التوفيق. غير الجوائز حفلات عديدة أحييتها بلبنان وبرات لبنان بعدد من البلدان. قد ايه عم بيكون هيك بس تلتقي جمهورك بأمريكا، بألمانيا، بدبي، بالإمارات بشكل عام؟ شو الشعور هيك اللي بتحسه لما تطلع على المسرح وتشوف كل هالجمهور جاي بس كرمال الشامي؟ أكيد كل ما بيكون الجمهور عام وكل ما بيكون التأثير عام كل ما بنبسط أكتر. ولشو أساساً نحن عم نسافر؟ مو لنقابلهم ولنشوف محبتهم؟ أكيد. أي بلد هيك كنت أكتر شي مبسوط بوجودك فيه وحسيت قد ايه الناس مشتاقة لحتى تشوف الشامي ومحمسة؟ كل البلاد بنبسط فيها بمجرد ما قابل جمهوري. مؤخرا كنت حتحيي حفلة بأمريكا ولكن صار شي منعك، تعرضت لمحاولة اغتيال؟ يفترض انه ما بعرف اذا شيء كان على شخصي لإلي او شيء تخريبي او شو الغاية منه ما بعرف. بعتقد كتقرير الاف بي اي انعرض، انا ما حضرته صراحة، بس اللي بعرفه انه ان شاء الله معوضة وان شاء الله بنرجع بنعمل حفلات تانية وبنعوض هذا الجمهور وبتصير. ما تبعت الموضوع لحتى تشوف شو السبب، شو اللي طلع؟ هل انت بخطر مثلا؟ ممكن يكون بخطر وممكن لا، صراحة ما في أعرف. بس المهم من كل هذا إنه أنا مكفي، إنه أنا حضل أفتل العالم لقابل جمهوري وحضل عم بجتهد واشتغل على حالي لأعطيهم أفضل ما عندي ليعطوني أفضل ما عندهم. بإحدى اللقاءات صرحت إنه بدك ترتاح شوي، وكتار قالوا إنه الشامي بده يعتزل. هل معقول تفكر بالاعتزال يوما ما؟ أو حلم حياتهم اعتزل؟ لا قعد لهم ومطول كتير صدقيني بإذن الله. في شيء معين مثلا أو موقف ممكن يخليك تعتزل بعيدا عن آراء الجمهور؟ مثلا الفنان أدهم نابلسي شفناه اعتزل لأسباب دينية، شو رأيك بهذا الموضوع؟ كل حدا له وجهات نظره بالحياة وكل حدا له رؤيته للفن. أنا بشوف الفن شيء جدا نبيل، أنا مستمتع بمهنتي وما في أي أسباب أنا هلأ شايفها ممكن تخليني بعد عن الفن. هذا الشيء أنا بحبه وهذا حلم حياتي اللي عم حققه هلأ. وما شاء الله كل أغانيك كلها ناجحة وعم تلاقي نجاح كبير من قبل الجمهور، وأغانيك من كتابتك. هل هيدا الشيء لأنك ما بتوثق بكلمات غيرك أو ما حدا بيفهم شو بده الشامي بالضبط؟ لا بس بدي أحكي عن حالي. الله أعطاني موهبة إني أحكي عن حالي بعشوائيتي، بمشاعري، باضطراباتي، بحبي، برومانسيتي إلى آخره. فليه ما بعبر عن نفسي أنا؟ وإلى حد إني أنا ما أقدر أعبر عن نفسي ممكن ألجأ لكتاب تانيين، بس إلى الآن أنا بعرف أعبر عن نفسي كتير منيح. واللي عم بيقول ما عم نفهم ولا كلمة من كلماته شو بتقله؟ بتعلم عربي. معقول نشوف كلمات الشامي بصوت فنان تاني؟ أكيد. مين مثلا بتحب تكتب له؟ ما بعرف، خلينا نشوف. يعني أنا بحب أكتب لكتير ناس صراحة، نشوف كيف الصدفة بتجي والشغل بيجي إن شاء الله. التقينا مؤخرا بالفنان نصيف زيتون وعبر عن فخره الكبير بالشامي ابن بلده وقال مبسوط فيك وبنجاحاتك. شو بتحب تقله لنصيف؟ حبيبي نصيف ابن بلدي وبفتخر فيه، حدا ناجح وإن شاء الله بالتوفيق، وبفتخر بهذا الكلام من فنان كبير من بلدي أكيد طبعا. معقول نشوف تعاون قريبا بينك وبين نصيف؟ بفتخر إن شاء الله ممكن. أكيد لا فنان كبير وبرجع وبقول لك ابن بلدي وبنرفع الراس فيه يعني. بما انه عم نحكي عن بلدك سوريا، هل رح نشوف الشامي بحفلة بسوريا قريبا؟ شو بتوعد جمهورك بسوريا؟ نتمنى، ولكن اعتقد انه مبكر جدا هذا الحديث. الوضع السياسي والوضع العام بسوريا بعضه ملخبط، وان شاء الله بالمستقبل القريب نتمنى يكون بالمستقبل القريب ان شاء الله. نحن اليوم بنهاية عام 2024، كيف كانت هالسنة على الشامي؟ كانت سنة مليئة بالتجارب والاشياء اللي تعلمتها، نضجت فيها، كبرت فيها كتير، نجحت فيها كتير، وقعت فيها كتير، وتعلمت فيها كتير،
كل هدول حيخلوني اتأسس وفايت بشخصية جديدة وبأفكار جديدة وبإصرار جديد على 25 إن شاء الله نحقق نجاحات جديدة. بعدها هي التقليعة. تعتبر حالك نجم صف أول اليوم؟ أنا محب أعتبر حالي، هن الناس يعتبروني بالطريقة اللي هن شايفينها مناسبة. أنا بعتبر حالي، حتى ما بحب أقول عن حالي فنان، أنا الشامي. هن يصنفوني وهن يقولوا اللي بدهم إياه، صف أول، صف تاني، 17، هن يختاروا. نحن ما بقى حنأخرك لأنه جمهورك برا ناطر وحتى تولع المسرح. معروف لاجئ لوطن ظلومة في